لا شك إذا أن الثورة المصرية شكلت لحظة فاصلة بين مرحلتين بالنسبة لكثير من نجوم الفن والمجتمع في علاقتهم مع الجمهور. كثيرون ممن وقفوا مع النظام في وجه الثورة يواجهون اليوم سخطا شعبيا كبيرا قد يفقدهم نجوميتهم العريضة. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة أمام الجيش المصري لتهريب وحماية أحد قيادات التلفزيون الحكومي من نقمة موظفيه. ولئن كانت هذه الحادثة توضح مدى الغضب ممن كانوا في صف النظام ضد الثورة، فإنها ليست إلا جانبا من الصورة الكبيرة. كثيرون من نجوم المجتمع في مختلف المجالات كانوا ملء السمع والبصر ويتمتعون بجماهيرية كبيرة، لكنهم اختاروا في لحظة تاريخية أن يقفوا في وجه الثورة تنكيلا وانتقاصا. وحين سقط مبارك لم يسقط وحده، إذ يعاني هؤلاء الآن من نقمة الشارع المصري. ناشطون نشروا على الإنترنت ما وصفوه بقائمة العار، قائمة تضم عاملين في مجال الفن كانت لهم مواقف مناوئة للثوار من خلال تصريحات معظمها موثق. هنا إحدى الممثلات تعرض فكرة للتعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير. أنا الشخصي على هؤلاء أو عن هؤلاء الناس، الناس دي مفيش مشكلة إن حد يولع فيهم صراحة. ايه المشكلة خليهم يولعوا يا اخي. آخرون كانوا يسبحون بحمد النظام ليلا ونهارا. حسني مبارك قائد الضربة الجوية واللي قاعد مع بقاله 30 خلاص ده له استثناء. طيب. مستثنى بإلا. لما أي حد تاني مهما كان جاي بعد حسني مبارك لا استثناء له ولا قيادة تاريخية له وتعملي معاه اللي انت عايزاه. لكن حين انتهى النظام انتهت علاقتهم به. احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل، لا يمكن هيجي أسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانة قد اللي كنا فيها. كان الناس بتتضرب في الأقسام قدام مراتاتهم وأمهاتهم بالجزم. هنا نموذج آخر. احنا عايزين نبدأ عصر جديد ما فيهوش كذب ولا رياء ولا نفاق ولا اعلام مضلل. بصراحه انتم الاثنين كنتوا بتشتموا في الثوره وبتشتموا في الولاد دول، وبصراحه بهدلتوا الدنيا وفبركتوا موضوع وجبتوا واحده قلتوا انها اشتغلت مش عارف في امريكا ولا انا بصراحه انتوا بصراحه شكلكم وحش جدا انتوا الاثنين. ذات الامر حدث مع ممثلين يحتلون مكانه كبيره، اذ كان التغير في مواقفهم اسرع من ان ينسى. غضب الشارع لم يكن حكرا على نجوم الشاشه الفضيه، فمدرب منتخب كرة القدم يواجه عاصفة من الانتقادات وصلت لحد المطالبة بإقالته لذات الأسباب. لكن هناك من يرى بعض العذر لهم، إذ لم يكن في بال أحد أن يأتي يوم ينتصر فيه شباب الإنترنت. هذا ربما ما جعل جمال مبارك يسخر من هؤلاء الشباب حين سأله أحد الصحفيين عن إمكانية الحوار معهم. طب ردوا انتوا بقى علينا. رد حسين. لكن مع كل هذا يبقى أن هؤلاء أقلية بين مجموعة كبيرة من النجوم انحازت للشارع ووقفت إلى جوار الثائرين.